تعاريتها من الشباب لان انا ما انرجل اصلا، وحتى اجزائها ما حافظ اسمائها. سالت يعني الشباب المصورين، مصورنا الرائع محمد ناصر عرفني، قال لي هاي فلان شو، هاي فلان شو، هاي فلان شو، هاي فلان شي. طيب خلوني اعرفكم على مظاهر النرجيله. اكيد راح تقولون دكتور انت راح تقول النرجيله هي سبب رئيسي لامراض القلب والسرطان والرئه والكبد وتصلب الشرايين. مو هذا راح احكي، راح احكي بعض الامور يجوز انت ما تعرفها عن النرجيله. هوايه شباب يقول لك انا ما ادخن، انا مو مدخن، انا بس انرجل. طيب هو يجي على العياده كلها امراض، انت تدخن؟ لا دكتور انا ما ادخن، او تارك التدخين. اقول له عفي عليك، ممتاز. يقول لي انا بس انرجل. اقول له شنو؟ يقول لي بس انرجل. خلينا نشوف ياهو اكثر ضررا النرجيله ام الجيجاره. طبعا هم شيء العام من شيء. طيب راح نبدي باختصار شديد اجزاء النرجيله ومضارها. راح اخذ بالبدايه هذا يسموه الفنجان. محمد قال لي هذا الفنجان، حلو؟ الفنجان جوا بيه النيكوتين والمعسل. راح احكي على الفوقات. الفوقات شو يحطوا لك؟ يحطوا لك الفحم. ايام زمان من كنا نطلع السفرات كان الفحم فحم خشب، هاي من نشوي الكباب والتكه والدجاج عليه، كان فحم من الخشب. هسه فحم الخشب ما قام يصرف كلش هوايه، فقاموا يسوون فحم حجري يسموه، يحترق زين ورخيص كلش على ابو المقهى وما يكلفه شيء. شنو الفرق بين فحم الخشب وفحم الحجري؟ فحم الخشب بكربون ممكن تدخله انت لاجسادك ويصير عندك مشكله من عنده، لكن الفحم الحجري اللي يخلي لك يا فوق النرجيله باطران، ماده تستخدم لتبليط الشوارع. نعم نفس الماده الاسفلت اللي يحطوه على الشارع نفسه يصير على الرئه مالك. لو اجيب لكم رئه تريد تجيبها بس تخوف، رئه مدخن نرجيله بيها اطران. تعرفون شنو بيها اطران؟ يعني بيها اسفلت مال الشارع، يعني بالضبط يبلط الشارع ويبلط الرئه ماله، الحويصلات الرئويه مالك تتبلط نفس ويجي واحد يتكرع يدوسها وتصير تخبط سودة تجنن وتصير لا اكسجين يفوت ولا اكسجين ويطلع لك الشارع بصبات كونكريت رهيب. هذا الفحم الحجري اللي يحطوا لك اياه فوق النرجيله. هو شو يقول لك؟ يقول لك لا مو اكو مي، المي متصل. هذه المي تدرون ايش قد يمتص من عنده؟ 50%، و50% يعبر. زين انت منرجل لك نص ساعه، يعني تدري ايش قد دخلت انت اطران الى داخل جسمك؟ كافيه لتبليط شارع بيتكم. اذا شارعكم محفر يعني تبرع برئتك، صدقني توب. الامانه بغداد تبلط الشارع. واحد. اثنين، جوا شكو قلنا اكو الماده اللي هي النيكوتين مال الجيجاره. زين هسه الجيجاره بيها نفس الماده تحترق، بس ناش ضايفي لك المعسل. سامع بالمعسل؟ ويقول لك ابو شلون تفاحتين وعلج ونعناع وهيل وقهوه وهاي الكوكتيلات الغريبه، وهسه كوكتيل هذا الخاص حاط لك 15 نوع معسل. رحنا درسنا المعسل الموجود جوا. دا شوف صدق هو علج ونعناعتين وفراوله، يعني جايبين فراوله وهرسيها وتفاحه، وهاي من يحط لك تفاحه ويحط لك النار بها. صدق لو كلاوات. المطيبات اللي حاطيها كلها مواد صناعيه، يعني شبيهه العلج، شبيهه التفاح، شبيهه الفراوله، تنطي نفس النكهه بس هي مو ماده اصليه. الجسم يشبيه ويا هاي النكهه، انت دخلت الها. شايف شيشه العطر؟ من تروح تشتري شيشه عطر وهاي تفرح، واكو في بعض المناطق هذا العطر الغريب يسموه عطر اشرد وعطر ما اعرف شنو، هاي الاسماء يسموه يخبطوا لك اياه. نفس هذا العطر هو بالمعسل موجود، بس ذاك عطر وهذا نكهات فراوله ما شاكل. تخيل تشرب العطر وتدخله الى جسمك، الجسم شلون راح يتفاعل وياه؟ تعتبر المعسلات الموجوده بالنكهات اللي حاطيها بيها مهما كان، تقول لي اماراتي وسعودي واصلي وجايبه من بلد موزمبيق ما ادري منين، كلها نفس الماده كيميائيه تدخل الى الجسم تهيج لك الجهاز العصبي من ثالث نفس. يعني مو طر 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 دخلت هاي الماده الى جهازك العصبي. اذا هسه شنو هاي ايش قد اضرر اكثر من الجيجاره؟ طبعا انا ما راح اقول لكم الساعه من التدخين ايش قد تعادل كم جيجاره، حضمها للفقره الثانيه، بس بدي احكي لكم المواد الاضافيه على الجيجاره اللي هو الفحم والمعسل النكهه الموجوده به من عدا الماده اللي ممكن تحترق. النرجيله بيها مو تدخن انت ساعه كامله، الجيجاره راح تدخنها بشقد؟ يعني 5 10 دقائق، هاي كملتها وطفيت الجيجاره. النرجيله لين انت قاعد ويا الشباب ودومنا وطاولي وهوسه وما اعرف شنو، راح تدخلها نص ساعة، يجوز ساعة، يجوز أكثر، تبدل كفحم وهو بيها عناصر ترغيب. يعني قبل كان يعطيك النرجيلة تاخذها، هسه تضرب على ايده وتضرب براجدي وتنتف حاجبه، ما ادري ايش قاموا يسوون هاي التقاليد الغريبة العجيبة، وينطيك اياه وهالشكل وتاخذها انت وشكرا وينطيك هذه.
كلها طبعا هاي امور دعائيه بس حتى شنو يرغبوك بيها وتصير هيك يقعد قاعد اتيكيت وسط الشباب وسط جماعتك. شنو معناه يضرب ايده؟ ما اعرف، ناس قالوا مساله شرف وناس قالوا مساله ما ادري شنو عار، يعني ما اعرف امور غريبه عجيبه. المهم فهاي كلها امور ترغيبيه وامور لان هي تدخل في نفسيه الشاب حتى ينخل. ساعه كامله من نرجيله تعادل كم كبير من الجقاير راح نعرفه. طيب احنا دخلنا كل المواد السامه بالجقاره اللي هي 4000 ماده سامه وفوقها جبنا زدناها شنو؟ زدناها هذا القطران الموجود الفوق وزدناها شنو؟ النكهه الموجوده بالمعسل. المشكله بعد وين؟ بعض المقاهي اللي قمنا بانه نعزلها قاموا يطحنون ويا المعسل شنو؟ باراسيتول، فاليوم، انفيتامين. هاي حبوب مثل ارتين تعطيك راحه وتعطيك سعاده وتعطيك هيك راحه وطمانينه. ما نريد نتهم الكل، البعض منهم والبعض وصل بيهم الحد يحطون بهذا المي الموجود جوا، ما راح اقول 7 وما اعرف شنو بيبسي، هاي الامور اللي هي سكريات وتنطينات، قاموا يحطون كحول حتى الشاب شي يصير بيه؟ يسلطن، مزاجه يصير معتدل، وموجوده بكثير من المقاهي والمشهوره كلها حتى يدمن ويتعود عليها الشاب. لذلك هي بسيطة وجميلة جدا، لكن كل قتلاها هؤلاء. كملين وياكم.